بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم جماهير نادي الزمالك. فيديو النهاردة فيديو عن مجموعة من أخبار نادي الزمالك. معكم سامي حسن، ونبدأ على طول بأول أخبار نادي الزمالك. عمرو الدردير ردا على تصريحات وليد سليمان: لو بنفس المنطق نلغي نصف بطولات الأهلي. رد الكاتب الصحفي عمرو الدردير على تصريحات وليد سليمان لاعب فريق الأهلي السابق، التصريحات التي خرج فيها قائلا أن الزمالك لم يستحق الفوز بالسوبر الأفريقي لأنه توج بها بركلات الترجيح، وهي ركلات حظ لا يستطيع أن يقول أنه كان جيدا في المباراة. عمرو الدردير وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحدث قائلا: والله احنا بنحبك يا كابتن وليد، بس كلامك ده غريب، لأن لو بنفس المنطق فيلا بينا نلغي نصف بطولات الأهلي. والله الكابتن وليد سليمان بصراحة كان هيضحكني وأنا بسمع الخبر بتاعه دوت اللي بيقول لك إن الزمالك ما كانش من حقه يكسب السوبر الأفريقي لأنه كان بركلات الحظ الترجيحية. كلام يضحك وكوميدي بصراحة من كابتن وليد سليمان. هو كابتن عمرو الدردير رد عليه، بس أنا أقول له: يا كابتن وليد، ما هو الأهلي كسب السوبر المصري بركلات الترجيح اللي هي بتاعة الحظ برضه، يبقى الأهلي البطولة دي مش مستحقة بالنسبة للنادي الأهلي. إذا كان هو بيحسبها كده بقى، انما هو هيتكلم يبقى يتكلم منطقي عشان حتى الناس لما يقول اي تصريح الناس تعقله في دماغها وتفهمه. انما كده انا كده ما حدش فاهم حاجه من اللي هو بيقوله. هذا الرباعي خارج حسابات جوميز. استقر البرتغالي جوزيه جوميز مدرب نادي الزمالك على موقفه من استمرار الخماسي حسام اشرف والبنيني سامسون اكنيولا وسيف جعفر ومهاب ياسر ومحمد عاطف في الفتره المقبله. البرتغالي جوزيه جوميز مدرب نادي الزمالك وعد حسام اشرف بالحصول على فرصته بالمشاركه في المباريات المقبله وطلبه باثبات نفسه فيها. إدارة نادي الزمالك تحاول اتفاق مع البنيني سامسون أكينولا على فسخ عقده بالتراضي من أجل التعاقد مع جناح أيسر جديد بناء على طلب من البرتغالي جوزيه جوميز، مضيفا أن اللاعب يرفض كل الحلول الودية ويتمسك بالبقاء والحصول على راتبه بالكامل. مهاب ياسر ومحمد عاطف وسيف جعفر خرجوا من حسابات البرتغالي جوزيه جوميز ولن يشاركوا في تدريبات نادي الزمالك الجماعية خلال الفترة المقبلة. إدارة نادي الزمالك سوف تحسم موقف الثلاثي سيف جعفر ومهاب ياسر ومحمد عاطف قريبا بالرحيل النهائي أو الإعارة في يناير المقبل، ولكنهم سوف يواصلون التدريبات بشكل منفرد في صالة الجيم. ران الزمالك اليوم. استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء بميت عقبة، وذلك استعدادا لمواجهة سموحة القادمة في الدوري المصري الممتاز. من المقرر أن يلتقي الزمالك وسموحة يوم الجمعة المقبل الموافق 8 نوفمبر على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري. خصص الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز فقرة تدريبات تأهيلية وبدنية للاعبين خلال المران، وتم تقسيم هذه الفقرة إلى جزئين. الأول تضمن تدريبات تأهيلية باستخدام الأدوات المخصصة لذلك تحت إشراف جواو ميغيل مخطط الأحمال، وتضمن الجزء الثاني تدريبات تأهيلية بالكرة تحت قيادة أعضاء الجهاز المعاون بالفريق. وعقد البرتغالي جوزيه جوميز جلسة مع جواو ميغيل مخطط الأحمال للاطلاع على التقارير البدنية الخاصة باللاعبين والتجهيزات الخاصة بالمباراة المقبلة. كما انتظم ناصر ماهر لاعب وسط الزمالك في التدريبات الجماعية، جاء ذلك عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الأيام الماضية بسبب إصابته بإجهاد في العضلة الضامة. وشارك اللاعب في الفقرة البدنية والتأهيلية بجانب تدريبات الكرة والتقسيمة الفنية بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة سموحة. وقدم أحمد مصطفى زيزو ومحمد حمدة ثنائي الزمالك جلسة علاجية واستشفائية خاصة في صالة الجمانيزم بمقر النادي تحت إشراف الجهاز الطبي. يأتي ذلك وفقا للبرنامج الموضوع لهما بعد تعرضهما للإصابة في مباراة البنك الأهلي السابقة بالدوري. ويعاني زيزو من إصابة عبارة عن مزق من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية، في حين يعاني محمد حمدي من إصابة عبارة عن جزع في الرباط الخارجي للركبة. واطمأن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على الثنائي وتبع البرنامج العلاجي والاستشفائي الخاص بهما، ومنحهما بعض التعليمات الطبية لتنفيذها. الزمالك يتحرك لتمديد عقد جوميز. كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك على أن مسؤولي القلعة البيضاء يعملون خلال الفترة الجارية على تمديد عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، لافتا إلى أن البرتغالي لديه العديد من العروض للرحيل عن الفريق إلا أنه يريد أن يكمل مسيرته مع الأبيض. إدارة نادي الزمالك بدأت خطوات تمديد عقد جوميز لمدة موسم إضافي على الأقل
مع زيادة راتبه الشهري الحالي المقدر ب50,000 دولار وجهازه المعاون. وتمكن جوميز من حصد بطولتي الكونفدرالية وكأس السوبر الإفريقي من تواجده على رأس القيادة الفنية للزمالك في فبراير 2024. بصوا بقى يا جماعة، عشان لو اتكلمنا كلام منطقي وكلام هادي يعني، والكلام يبقى مظبوط. جوميز بالنسبة للزمالك تقريبا الإدارة ما بتجيبلوش صفقات على المستوى. يعني احنا لازم نقيم الأمور تقييم حيادي. إدارة الزمالك ما بتجيبلوش صفقات سوبر ولا صفقات واو ولا حاجة ضرب نار ولا كلام من ده. كل الصفقات اللي بيجيبها الزمالك يمكن أقل من الصفقات اللي بيجيبها الأهلي وبيراميدز، ده من غير كلام يعني. فالراجل بصراحة يعني بيشتغل بأقل الإمكانيات. وهو بياخد 50,000 دولار، طبعا مبلغ مش عالي بالنسبة برضك للأندية التانية. فطبعا الزمالك يعني هو لو الزمالك جاب له صفقات اقوى من كده ممكن كان عامل نتائج اكتر من كده، احسن من كده. هو جاب الكونفدراليه وجاب كاس السوبر الافريقي، وده في حد ذاته كويس. لو دعموه بصفقات اقوى من كده ممكن يبقى شكل الزمالك احسن. وبالتوفيق ان شاء الله لنادي الزمالك. الخبر ده بيكون نهايه الفيديو بتاعنا. شكرا لكم لحسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.